قول قول عراقي يحب سعودي. الله حلو. ما ازعل نعم اذا سعودي يحب عراقي. هلا والله ملوك باتو السوبر حلوين والاكسترا عسل، كيفكم شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير. تحياتي لكم، حلقة جديدة فيديو جديد. بداية يا جماعة الخير خلينا نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو اليوم يا جماعة، ثواني اعطوني موسيقى هيك وحركات. فيديو اليوم يا جماعة للاشخاص الرومانسيين، للاشخاص اللي بيحبوا الشعر، بيحبوا انه يشربوا فنجان القهوة جنب الشباك وعم يجي مطر وعم تضرب حبات المطر بالبلور. الله على الرومانسية. ما بيطول اكثر من هيك. الموضوع هو منافسة صغيرة او تحدي صغير يا جماعة بين الاخوة العراقيين والسعوديين بالشعر. لايك كثير كبير على هذا الفيديو، ستيب سلام عليكم كثير السلام. جديد عم تشوف لاول مرة اتمنى منك اشترك تفعل زر الجرس، خلي لي قلبك. جاهزين؟ خلينا نروح نشوف الابداع. ليتس جو. اوكي يا جماعة نقول بسم الله. على الخد ترى دنياك ما تسوى ولا حد ولا حد. اذا جزرت القاع وصبخت اليوم غدا ربك لطف سواها لك مد. اي والله اي والله، هذا الشعر العراقي يا جماعة. غير أصعد سفينة في نوح، وابدي بقاع غير القاع، الله. وابدي بناس غير الناس، وابدي ببحدي متنازل على وشالي. قضيت جروحي مجرورة، على ظهري حبل صبر انقطع والصيط عالتالي. أشد هذا الفيديو راح ياهي يبكيني. وعلى شتافي أثر وحزوز شتالي. الله. أشد ياهي المياهي وعلى شتافي أثر وحزوز شتالي. بقيت الوحدة حب روحي أنا الما كحد بحالي. بقيت الوحدة حب روحي رائع. أنا الما كحد بحالي. خردة الباقي بي سنين وعلى الخردة يطلبوني، بعد ما شبعوني الضيم طلع حسه يريدوني. يجيبوني ويودوني وعلى جفوفي شيلتهم شيلة القرصة، إذا توقع يطخها تراب تبوس شفافي والقصة. الله. ناس جابوني الحكي وما صدقين. ايه وقلت ما معقولة والفي يخونني. ما معقولة. سمعت بإذني وقلت لا مستحيل أكذب. قل لي شلون أكذب عيوني. سيرت يم صاحب المحتبر أخوي. الله. احكي يم أسراره قلت يصوني. طلع حافر للصديق بتاعنا اطيح هو والحبيته ينتظر. الله عليك الله عليك. صحعت بجبتها. يحيى العلاق. ايش بيدي غير اعتب؟ حبيب قلبي واخوي الكبير والله وصديق. بغيرتك عودتها هم تحب. تعرف الحب شنو؟ اشرح له وانا اكتب. اكتب. يتعب لا وحقك انت اللي تتعب. تتحجج علي ما افتهم شو تريد. تزعل تختلف وبسالفه تشلب. الحب تضحيه وانت شوك ضحيت. ضحيت. من يومك تدور حار ومقسم. الله عليك. احتاجك اريدك يمي ما القاك. وين التضحيات؟ تصدق تكذب. صدق تشذب. قاطعتك الدم. استمر يا طيب. الحب اهتمام ونفرض اهتميت ساعة ومن بعدها الوضع ما يعجب. ما يعجب. لما تروى من الذب نذب وتروح. عما انا بشر مو طاسة ما لا تحب. اي والله. لا والله تاخذ ببالك. كمل حبيب. الحب اشتياق. اسمح لي المشتاق. نزلت دمعتك سهران متعذب. على طار السهر انا شربت الليل. حضرتك قفلت من اذان المغرب. الحب الخلايا ويجرب الشريان. اي فعلا فديته اللي يفتهم. ما عندك خليه بيها ذره احساس. بيك الذنب كله وما قلت مذنب. اللي يسمع هذا حكيك صدق يتمناك. كلامك يعجب ودقاتك تعجب. الله. ثواني يا جماعة، أنا وقفت هون. يحيى العلاق شاعر عراقي عظيم. أنا بالنسبة لي والله العظيم يلعب لي على الوتر الحساس فورا. ما أعرف أي كلمة يحكيها تحفر بداخلي. يمكن من قبل ما أفوت اليوتيوب وأنا أتابع قصائد الشاعر الكبير يحيى العلاق، وبالنسبة لي كان نمبر 1 ولهلا مستمر. وعن جد شكرا كثير له انه بارك لي كمان على اغنيتي عراق. انا اتشرف وهذا فخر لإلي. تحياتي الكبيرة للاستاذ يحيى، الله يسعده يا رب ويحفظه. خلينا نكمل يا جماعة. الشعر العراقي مثل الاغاني العراقية تلامس الروح، لانه هي من الاساس طالعة من ضيم، طالعة من قهر، طالعة من وجع. وكل قصيدة كمان هلا او كل خاطرة صغيرة عم تشرح حالة معينة، سواء كانت حالة إنسانية، سواء كانت موقف من المواقف، غدر حبيب، غدر صديق، إلى آخره. في كتير شغلات. خلينا نكمل ونشوف. من شفت سامر روحي غريب وحاس بشحة وجودك. دورت أي شي يوصل لحدودك. أموت عليك. دورت قالوا مسافر
يا حبيب وسافرت كله على مودك. ردت اشم بيك الوطن من غير ديره، اللي يشتهي بلاده يقودك، ومن رسمتك رحت بيك ركاض ملهوف لغرفتي، الله عليك. وبين حاجات الثمينات اللي عفتهن انت عفتك، ولسه مضموم على ضمتك، وانا خايف والله خايف. خايف يشوفوني شفتك. ترى انا حافظ قصايد سامر تقريبا كلياتهم. كل الحب والاحترام لسامر حبيب، عن جد هو الاخ اللي ما ولدته امي، ولكن بنفس الوقت امي تعتبره انه واحد منا، تمام، واحد من اولاده. عنده 6 اولاد شباب وسامر هو السابع اكيد، وسامر طبعا ببادلنا نفس الشعور. كل الحب والتحيه لسامر يا جماعه. عملوا له تاج كلياتكم، خليه يشوف الفيديو. سامر شاعر رائع، وانا بشوف له انه في مستقبل خرافي لسه قدامه. خلينا نكمل. الشعر العراقي مثل ما قلت لكم، يعني انا بالنسبه لي اذا بدي اسمع لبكره الصبح شعر عراقي ولا بمل والله. يلا نكمل. اذا ما انكم حاطين لايك حطوا لايك. هذه البنيه منين؟ هذه البنيه منين؟ لجين من السعوديه. الله. وهذا الوليد منين؟ منين؟ عراق وحيل ما ادري. اويلي بدو اروح لكم. تعالي ننزوي هناك نسولف سالفه شويه. ايه. وخلي التواصل يشتعل هاليوم. الشاعر والاعلاميه. الشاعر والاعلاميه. ايش اسمه هذا الشاعر يا جماعه؟ ننزوي هناك نسولف سالفه شوي. ايوه. وخليه التواصل يشتعل هاليوم. الشاعر والاعلاميه. الاعلاميه وخلي اللي يقول عراقي يحب سعودي. الله حيو. ما ازعل. نعم. اذا سعودي يحب عراقي. وهاي هي القصيده الالماسيه يا جماعه. خلينا نوقف. عن جد هاي هي القصيده الالماسيه اللي بحس انه جمعت ما بين الشعر العراقي والشعر السعودي، اللي راح نشوفه هلا كمان لقدام. كل الحب والاحترام للشعب العراقي، للشعب السعودي، لكل شخص بيتابعني. شو ما كانت دولتك بتشرف فيك وبدولتك. الله يسعدكم جميعا. هلا هيك خلصوا المقاطع العراقية، هلا راح نشوف مقاطع السعودية يا جماعة. الشعر السعودي وفي منه كمان الشعر البدوي، بتوقع شعر كتير حلو خرافي. يعني انا الشيء اللي شفته من الرسالة طبعا اللي كتب لي اياها، هي كانت رسالة كتير كبيرة من العراق. فما نكون حاطين لايك وانشروا هذا الفيديو بكل مكان يا جماعة. نرجع التفاعل مثل ما كان قبل. خلينا نسمع الشعر السعودي. لو ما يحسدونك آلاف وعفاف نعم وغرياف، خانوك اللي ما يخافون ربك. يوم انبتتك الارض وازهرت الارياف، حتى الهواء يهب فيك ويهبك. الله عليك. يشوفك الاف ويحسدونك الاف، ويحب نفسك اللي تحبك. بالضبط. كلام خرافي، كلام رائع. ما بعرف، احس اللهجه السعوديه هي لهجه الله لا يشكر جميله ويلعن جيته. طيب يا جماعه بدي اقول لكم شغله. شوفوا هلا بصراحه اللهجه السعوديه طبعا كل التحيه كل الحب لاهلنا واصدقائنا بالسعوديه. انا بتشرف فيكم وبرفع راسي فيكم جميعا، لانه عن جد كنتوا سند لي كمان. اللهجه السعوديه يمكن انا بفهمها حوالي 80-85%. في بعض الكلمات ما بتستعمل غير بالسعوديه. احنا مثلا كسوريين بسبب اختلاف اللهجه في كلمات بجوز ما نفهم معناهم، ولكن لهلا القصيدتين اللي طلعوا انا فهمانهم منيح. فراح نكمل هلا لقدام وشوفوا. بعتذر عن المقاطعه، خلينا نكمل. العام ايش؟ وانا احبك اكثر من العام. الله. على مرور الوقت من غير تحديد، عيدي معك ما هو مهدد بالايام. صحيح. كل يوم اواجهك يعتبر عيد. كل يوم اواجهك يعتبر عيد. يقول شاي على الفحم. يا طيب شخص اللي احس بغيابك يجيك، ولا جاك كنه يقول اني وفي من وفاك. اللي يدينه ليا من طحت تقضي بيديك، واليا وقف ما تفاخر عند هذا وذاك. ترى الوفي حلو. في غيابك لو حكوا يحتميك، وفي مزارق الطيب وعلوم الوفاء ما نساك. واحقر بشر من يضحك بك ويضحك عليك. صحيح. واللي زعلت وصدمته قال لك من غلاك. شخص ينقصك عند الناس ما يشتهيك. صحيح. والله ما يشتهيك. انتي اصلا كفو. بينهم ما تشبهين غير نور الشمس او نور القمر. القمر. الله يعين الناظرين، كل نظرة منها شبت جمر. كفو. لا نشوفهم. صدرك والليالي تحددك. نعم. اصبر عليها والصبر زين لو طال.
لا تنحني الوقت وتروح تروح هيبتك وتموت بالحسرة ولو كنت رجال. واحذر تدور عند الاندال حاجتك، لا تقضي الحاجة ولا تخسر الحال. وإن كنت ضيف الناس لا تطول مدتك، غالي تجي وتروح يا طيب الفال. وإن كان همك بالزمن بس تقمت 1000 والبريالين والخمس بريال. كفو. نشوف هون. يقول انا لذا الحين فعلا مشتريك. نعم. موقعك محفوظ واحفظ موقعي. حلو. لا تخاف اعاتبك وازعل عليك، خاف اذا ما عاد تفرق معي. الله والله خرافية كانت، والله العظيم خلص الفيديو 7 دقائق 21 ثانية. قلت لكم شغلة، أنا ما حسيت إنه عم صور فيديو، حسيت إنه أنا عم بتفرج على هدول المقاطع وهيك ومبسوط فيهم عن جد يا جماعة. خلينا نشيل هدول. كل الحب لأهلي وأصدقائي بالعراق، كل الحب لأهلي وأصدقائي ومتابعيني بالسعودية. عن جد أنا برفع راسي فيكم وبرفع راسي بكل البلدان العربية والله العظيم، لأنه أي شيء حلو بيطلع من أي بلد عربي أنا برفع راسي فيه وبنبسط فيه. فشو بدي لكم، شو رأيكم يا جماعة؟ بحس إنه الشعر العراقي له نكهة خاصة، له طريق خاص رايح بغير مكان، والشعر السعودي كمان نفس الشيء. يعني كل واحد جايب شيء من عاداته ومن تقاليده ومن تراثه، من شيء هو كبران عليه. الشعر العراقي أنا بفهمه 100%، وأنا بتسمع عليه يمكن من 15 سنة لليوم، لأنه في زاوية أنتم ما بتعرفوها عني أنا كشخص كتير بحب أسمع شعر. يعني تصوروا هلأ طلع سامر حبيب، كل الحب والاحترام لسامر، بجوز أنا حافظ قصايده كلها. يعني الفترة اللي سامر تعرفت عليه فيها، الفترة اللي كانت بين ما يجي على تركيا، تمام؟ أنا خليته طبعا إنه يجي على تركيا. بهذيك الفترة أنا حفظت كل قصايده. أولا مبدع، ثانيا الكلمات تأثر فيني جدا، ثالثا يعني ما بعرف إذا فيني إنه غني كل قصايد سامر ما بقصر. ما بدي أطول أكثر من هيك، الحكم عندكم، اللعبة عندكم. أنتوا اكتبوا بالتعليقات شو أحلى قصيدة حبيتوها، وعن جد مين كان أفضل، مع العلم أن أنا بشوف إنه كل واحد منهم جهة وكل واحد منهم في عنده إبداع خاص فيه، تمام؟ فهلا ما فينا لكم غير ديروا بالكم على حالكم، خلي لي قلبكم. حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عم تطلع هون تحت، اعملوا المتابعه، انستغرام، تيك توك، يوميا بث مباشر على برنامج اليونا والساعه 10 بالليل. في فعاليات كتير حلوه يا جماعه، بتمنى منكم كلياتكم تنزلوا البرنامج. الموضوع كتير سهل، تنزلوا البرنامج وتكتبوا باتو مارديني وتجوا على البث. هلا ديروا بالكم على حالكم كتير منيح. كان معكم اخوكم باتو مارديني.